التلاتة دول بيدوروا على حاجة مشتركة رغم إن حياتهم مش هي، بس حصل لهم كوارث مختلفة كلها من نفس المجرم. الابن ده دلوقتي بيدور على والده بعد ما ساهاه ونزل رغم كل الاحتياطات اللي أخدها، وهو بيجري جوه دماغه جملة واحدة بس: مش عارف أدور فين تاني، يا ريت كان في مكان يقدر يحافظ عليه. والراجل ده رغم كل احتياطاته برضه مراته خدت دواء القلب مرتين، وحاليا مفيش في دماغه غير جملة واحدة: يا ريت كان في مكان متخصص يعرف يتصرف معاها ومع اللي زيها. والطفل ده بدل ما حد ياخد باله منه هو اللي بياخد باله من جده، وبيستنجد بالجيران إن يلحقوا جده عشان ولع في البيت بالغلط ومحبوس جوه، وكل اللي في دماغ حفيده معرفش جده ماله، يا ريت كان في مكان يبقى عارف جده ماله ويعرف يتعامل معاه. ان احنا نعلم الناس ازاي نمرض، مش عشان الاجر، مش عشان اجر الدنيا، لا، عشان بكره، عشان بكره. يعني عندي امل ان اعلم الناس حاجه جديده، فعشان كده نفسي اكون عايشه. المكان اللي الناس كانت بتتمنى يبقى موجود هو مكان يقدر يراعي مرضى الزهايمر، مكان يخلق امان وسط النسيان ويحميهم من نفسهم، ويراعي حق كبار السن اللي ربنا وصانا عليهم. والمكان ده اتولد من حلم عبلة الكحلاوي، وفي ذكرى ميلاد الإنسانة اللي حولت الخوف لأمان والضياع لرعاية والحاجة لمشروع حقيقي يخدم آلاف الأسر. بنجدد ذكراها في الباقيات الصالحات اللي أمنت فيه بأن الرحمة فعل، وإن الكبير له رعاية تحميه حتى من قبل ما حاجة تأذيه.